يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كبدة ومخ بطريقة ولا اروع. بأمانة الطريقة دي تنافس المحلات. انسي بقى كل الطرق القديمة وتعالي اقولك على الطريقة اللي هتخلي طعمها رهيب بجد، طعمها تحفة جدا. هقولك ازاي تعملي كبدة وتبقى كده خفيفة، ما تبقاش تقيلة كده في البلع. انتوا عارفين ان الكبدة احنا كلنا بنعشقها، بس مشكلتها ان احنا بنعملها بالردة فبتطلع كده يعني بتبقى ناشفه شويه وبيبقى الهضم بتاعها بيبقى صعب شويه. تعالى اقولك بقى على الطريقه السحريه. هتعملي كده بانيه كبده. يعني بصي، عايزه اقولك ان معظمنا ما بنقدرش نجيب الكبده البلدي، فبنجيب الكبده المستورده. هخليكي بتعمليها وتطلع معاكي اجدع من الكبده البلدي كمان. بس ما تنسيش تصلي على الرسول ولايك وشير للفيديو، ويلا بينا كده نسمي الله. وتعالي شوفي الكبده بتاعتي. انا هنا معايا كيلو من الكبده الشرايح، ودي كبده مستورده. عايزه تجيبي كبده بلدي انت وامكانياتك ومقدرتك، بس بصراحه الكبده البلدي بقى سعرها اغلى من كيلو اللحمه. فهاتيلي بقى كده كيلو شرايح، وهاتيلي بوله هحط فيها كوبايه من عصير البصل. يعني بنشيل التفل كده وناخد الميه، ما بنرميش التفل. حطي عليها كمان نص كوبايه كده من اللبن، والتوابل بتاعتنا معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من البابريكا، ومعلقه كبيره كده من هريسه الشطه. وما تخافيش مش هتخليها حراقه، لو مش بتحبيها او مش متوفره استغني عنها خالص. وكمان معايا كده فنجان من الخل، وملح بقى زي ما قلت لكم. وقلبي لي بقى، قلبي كل الكلام الخطير ده. وما تنسيش تحطي كمان عصير ليمونية كده كبيرة او ليمونتين لو الليمون عندك متوسط. وقلبي كل الكلام الخطير ده. وما تنسيش كمان تحطي 4-5 فصوص كده من الثوم المفرومين، هو ده اساس الكبدة. وقلبي لي بقى العظمة دي كلها مع بعضها. عايزة اقولك ان ريحتها وهي بتتقلب كده خطيرة، ريحة التوابل طالعة مع بعضها حاجة كده تحفة جدا. انا كده هقلب الكبدة بتاعتي وهشيلها في التلاجة قيمة نص ساعة على جنب على ما نحضر المخ. وده شكل المخ. انا هنا معايا مخ كده جاموسي تجيبيه من عند الجزار، وشكله باين ان هو صابح. واهم حاجة تتأكدي ان الحاجة صابحة. هاخده اشطفه كده 3 مرات كده بالمية، ولازم يتشطف عشان لو في اي بواقي دم تنزل. فحلة بقى مغلية كده فيها مية مغلية على النار، ننزل بقى ببصل وشريحتين كده من الجزر، حبيتين من الحبهان وورق لورا، وكبيبة صيني، ملح وشوية ملح كده. واوعي تضيفي فلفل عشان الفلفل بيغمقهم. نقلبهم ونسيبه 10 دقايق بالظبط، ونرفعهم من على النار يتصفى. ندخله التلاجة، ومهم جدا انك تحطيه في التلاجة علشان يبرد ونعرف نقطعه. في المرحلة دي نعمل بقى مع بعض شوية سلطة كده من بتاعة الحاتي اللي لا غنى عنها جنب الاكلات الحلوة الخطيرة دي. بصلاية كده وقطعتها جوانح، حطيت عليها شوية ملح، وهبتدي كده افرمها كده بايدي، يعني ادعكها بايدي كده عشان تنزل الميه بتاعتها. نبشر عليها طماطميه كده طريه، ونجيب بقى البوله بتاعتنا ننزل البصل والطماطم المبشوره، الخيار المتقطع مكعبات، الطماطم مكعبات، قرنين فلفل رومي كده، وتقدري تضيفي كمان فلفل حامي براحتك خالص، وشويه كده من البقدونس المفروم. ويلا بينا بقى نحط البهارات بتاعتنا. معلقه صغيره كده من الملح، ومعلقه صغيره من الكمون، وكمان نص معلقة من الشطة. ولو مش عايزة الشطة استغني عنها، ممكن تضيفي بابريكا بتدي برضو طعم حلو جدا. نص معلقة من الكزبرة الجافة المطحونة. وننزل بقى كده بمية ساقعة، ومهم قوي انك تنزلي بمية ساقعة وشوية تلج كده، مكعبات من التلج علشان تدينا التست الخطير. واوعي تنسي عصير الليمون، اوعي تنسي. اديني قلتلك اهو. نعصر بقى كده ليمونة تكون حلوة كده وفيها مية كتيرة، ونقلب بقى الكلام الخطير ده. ويا نهار ابيض، بصوا بقى اتفرجي لي على لونها. الويسك الحلال اهو، الويسك الحلال اهو. شويه ميه سلطه، يعني مش قادره اقول لك. طبعا بيقولوا عليها في المحلات الويسكي الحلال. الويسكي الحلال اللي هي ميه السلطه اللي بيعملها الحاتي او بتاع الكبده والمخ. بصوا بقى يا نهار ابيض، خطيره. نحطها في التلاجة، ولازم تتحط في التلاجة وتقعد لها كده على الاقل بتاع نص ساعه عشان تديكي احلى تست واحلى طعم. وطبعا مفيش غنى عن شويه الطحينه جنب بقى الكبده والمخ. نجيب بوله كده ونحط فيها نص كوبايه او كوبايه اللي انت عايزاه
من الطحينة نحط كده فص من الثوم، ونحط كمان هريسة من الفلفل الأخضر اللي موجود، ملح وكمون وشوية كزبرة، شوية بابريكا، وقلبي بقى، وشوية فلفل أسمر، ونحط بقى المية بتاعتنا كده بالتدريج علشان ما تخرصش معانا. نحط شوية مية ونقلبها أول لما يفكوا كده ويختلطوا ببعضيهم وتبتدي تبقى كريمي كده، نزود مقدار المية اللي احنا محتاجينه. وبعد كده معلقة كده كبيرة من الزيت بتديني تست حلو ولمعان كده، ونقلبها وكده بقى عندي أحلى سلطة طحينة. نركنها بقى على جنب، ويلا بينا نعمل بقى الخلطة بتاعة المخ. بيضايه، وعلى حسب الكميه، انا هنا معايا مخ واحد فانا هحط بيضايه واحط عليه نص كوبايه كده من اللبن الحليب، تمام، وهضيف عليه كمان معلقتين كبار كده هرميين من الدقيق، تمام كده. وبعد كده هنضيف كمان عليه فلفل اسود، نص معلقه كده من الفلفل الاسود المطحون، ربع معلقه من الكمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا. بصوا حبشوها بقى، حبشوها، دي احلى تحبيشه للمخ، واتفرجوا لي على طعمها يبقى عامل ازاي. ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وكمون وفلفل اسود، وقلبوا، وبضايه ومعلقتين من الدقيق، ونقلب بقى الكلام الخطير ده، وطبعا نص كوبايه اللبن. نقلب بقى، انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى اخف من عجينه الكريب، شايفين قوامها خفيف، مش تقيل ولا هي خفيفه خالص، لا قوام كده مظبوط، تمام. نجيب بقى المخ بتاعنا بعد ما طلع من التلاجة، زي ما قلت لكم مهم جدا ان يتحط في التلاجة عشان لما نيجي نقطعه ما يتبهدلش مننا. ولو بتعرفي تقطعيه وهو سليم قبل ما يتسلق قطعيه، على فكرة في المحلات بيقطعوه وهو ني ما بيسلقوهوش، وبيقطعوه وبيشتغلوا بيه ما بيسلقوهوش خالص، وطبعا ده مش صحي جدا. احنا لازم نسلقه علشان نطلع منه البكتيريا واي بواقي من الدم، وكمان نتبله بالتوابل بتاعتنا. عشان بس تبقوا فاهمين المحلات بتشتغل ازاي، احنا قطعناه بالطريقه دي شرايح، وهننزله على طول في الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها القمر دي. ويا نهار ابيض، بصوا بقى قلبي كده بس بالراحه عشان ما يتهريش منك. اهم حاجه ان قطع المخ تتغمر كلها في الخلطه ديت، شايفين بالشكل ده. نركنها على جنب، ويلا بقى نعمل الغلاف الخارجي اللي هنغلف فيه الكبده بتاعتنا وهنغلف فيه المخ كمان. طبق كده يكون غويط وكبير ومفرود عشان تقدري تشتغلي كده فيه وانتي مرتاحه. ننزل عليه بالبقسماط ومعلقتين 3 كده من الدقيق، معالق كده كبيره هرميه، ونقلب. مش هتبله باي حاجه تاني، انا هستكفى بالتوابل اللي حطيتها في قلب المخ وقلب الكبده عشان ما نحدقش والموضوع يزيد عن حده. انا كده مستكفيه بالتوابل اللي انا حطيتها في قلب الحاجه، تمام كده. يلا بقى بينا نشتغل. ركزي بقى معايا، هنطلع كده بالمعلقه او بالشوكه قطعه المخ ونحطها، وانا هشتغل المخ الاول وبعد كده هنشتغل الكبده. نطلع كده القطع بالشكل ده وبالراحه عشان ما يتبهدلش منك، اهم حاجه تشتغلي كده بالراحه. نطلعه كده ونصفيه كده بالطريقه دي، ونحطه في قلب البقسماط بالدقيق بتاعنا. نغلفه كده بايدينا، ما بنضغطش عليه خالص، احنا بس كده بنغلفه بايدينا، بنلفه كده كذا لفة في قلب البقسماط بالشكل ده، شايفين بالشكل ده. نحط بقى كده في السرفيس جنب مننا ونخلص كل الكمية اللي موجودة معايا الأول، وبعد كده نروح علشان نحمره. خلص كده نلفه كده كذا لفة ما بين ايدينا. يلا بقى خلصنا الكبدة، خلصنا قصدي المخ، نطلع بقى الكبده. نمسك قطعه الكبده كده ونمسحها، ننزل كده التوابل اللي فيها كده والبهارات كده مسحه كده ايه خفيفه، وننزل بقى برضو في الطبق اللي احنا حطينا فيه بقسماط ودقيق. بس اهم حاجه انك تنخليه بعد ما تخلصي المخ، تنخليه علشان يبقى ناعم كده وصافي بالشكل ده. نحط حته الكبده بتاعتنا ونبتدي كده ان احنا نضغط عليها علشان الكفر يمسك في قطعه الكبده كويس جدا. شايفين انا ما استخدمتش رده زي ما قلت لكم، انا بعمل بالبقسماط وبيديني نتيجه تحفه جدا جدا. جربوا الطريقه دي بجد هتنبهروا، هتعجبكم جدا جدا. هتاكلوا الكبده مش هتحسوا ان هي ناشفه ومش قادرين تبلعوها، الرده بتنشف الكبده يا جماعه. وعلشان تبقوا فاهمين ومعلومه ليكم، المحلات ما بتستخدمش الرده زي ما انتوا فاكرين، بتستخدم حاجه كده خلاصه من الدقيق ما بين الردة والدقيق، او نخالة الدقيق
يعني هو ما بيبقاش ما بيبقاش رد قوي، بيبقى ليه اسم كده الشرقاويه عارفينه، بس ما بيبقاش رد يا جماعه، عشان الرده بتحرق الكبده وبتنشفها. تمام كده؟ اللي يعرف اسم الدقيق اللي بيستخدموه دوت يا ريت يقول لي عليه. تمام. ننزل بقى في زيت متوسط على درجة حرارة متوسطة، نحط الطاسة بتاعتنا، وأول لما الزيت يسخن ننزل بالمخ نقلبه على الجنب ده. هو بياخد دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده، ما بياخدش وقت خالص، لأن المخ احنا سلقينه قبل كده فمش بياخد معانا وقت خالص. بعد ما نسلق بقى المخ بتاعنا ننزل كده بشرايح الكبدة، وعايزة أقول لكم إن هي ولا هتكش ولا هتكمكم كده في نفسها زي ما بنشوفها، ولا أي حاجة خالص. حتة الكبدة هتبقى قطع مفرودة كأنك بتقلي بانيه بالظبط، وطعمها وريحتها في حتة تانية خالص. بجد من أحلى الوصفات اللي هتجربوها وهتعتمدوها. انسوا بقى الردة دي خالص، وجربوا طريقتي اللي أنا معتمداها من سنين، بجد ما بغيرهاش، وكل اللي بيجربها بيسأل انت عاملاها بإيه. دي مش معمولة بردة، دي طعمها مختلف عن اللي احنا بنعملها في البيت أو بنجيبها من المحلات. هتنافسوا بيها المحلات، وممكن كمان تفتحي مشروع وتبيعي. خلصنا بقى قلي الكبدة وقلي المخ، بقى سيرفيس كده حلو، رشي كده رشة من البقدونس المفروم، ورصي بقى الكبدة والمخ بتاعتك رشة كده بقى من البقدونس من فوق، وهاتيلي بقى السلطة والجرجير والطحينة وسلطة الحاتي اللي احنا عملناهم مع شوية الجرجير بقى الجامدين الرهاب دول، شوية مخلل وشوية زيتون من اللي كنت خللته معاكم السنة اللي فاتت قبل كده. واتفرجوا بقى، عيش بلدي، حطي بقى الجرجير بتاعك، حطي شريحة الكبدة مع رشة الطحينة، واستمتعي بقى بأحلى سندوتش كبدة هتاكليه. تعالي بقى شوفي المخ، بصي المخ عامل ازاي، مستوي من جوه وابيض وكريسبي من بره وطعمه تحفة. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد واقول لكم